مساء شريف وعظيم. البلد دي ليها كتالوج. لو انت فكرت تخرج بره الكتالوج بتاع البلد بالفهلوة بالبركة تسيبها على الله، كلها على الله. بس الكتالوج اللي بيوريك ازاي تمشي في البلد ديت لو خدته كده ورميته انت اللي هتخسر. يبقى من باب اولى خد يا جميل الكتالوج، اقرا كويس وامشي بيه. مش مطلوب منك اكتر من كده، هتوصل. كل اللي مشوا بالكتالوج وصلوا. لما بتروح تشتري حاجة جديدة هو بيحط لك الكتالوج في العلبة، مش منظرة، هو بيوريك ازاي تشغلها. فلو خدت الكتالوج ورميته مش هتشغلها، ولو اشتغلت معاك مش هتكمل، ولو كملت معاك مش هتطلع قماش. البلد دي بالذات امشي بكتالوجها، وكتالوج البلد ديت هي قوانينها. قوانينها في المرور، قوانينها في التعامل، قوانينها في الشغل واحترامه، قوانينها في المدارس التقديم فيها، قوانينها في السكن ومراعاة الجيران، قوانينها في الضرايب ومستحقاتها، قوانينها في كل حاجة. كل حاجة في البلد ديت ليها كتالوجها. ما تحاولش تتفلسف أو تستذكى على كتالوج البلد ديت. دول الأمريكان يابا، يعني دهنوا الهوا دوكو. مش هتيجي انت تحاول تعلم عليهم وتتفلسف عليهم وتستذكى عليهم وتعمل شغل 3 ورقات عليهم. ليه بقى؟ لانك انت اللي هتلبس في الحيط في الاخر. صدقني انت اللي بتلبس في الحيط في الاخر. كلنا اول ما جينا مشينا بكتالوج البلد. يا عم في كتيب لتعليم السواقه، هاته وقراه وذاكره وامشي على النماذج. هتخش تمتحن في مدرسه لتعليم السواقه بتروحها. ده انت لو جاي مش متعلم سواقه يعني، بس على الاقل بتفهم قوانين البلد، لان كل بلد لها قوانينها في المرور. طب في التقديم على الاشغال، طب في الاشغال، طب في القبض، طب في المليك واللي عليك، كتالوج. طب في السكن واحترام الآخرين، في الصوت وفي الخصوصية وفي النظافة، كتالوج. تعاملاتك مع الناس، وإن أنت مينفعش وأنت بتتعامل تمد إيدك أو تعتدي على حد، كتالوج. هكذا نواحي الحياة كلها. فلو ماشيها بالفهلوة وربنا ساترها معاك، راجع نفسك، لأن في غيرك لبس وبيجي يعيط، وللأسف بيكون فات الأوان، بالذات الأيام اللي احنا فيها ديت. خلي عينك في راسك، متغلطش، ما تستسكاش. هو مرسوم لك من النقطة دي للنقطة دي خط. ما تروحش انت بقى تلف لفة وتقفل قفلة وتعمل شغل يعني دراماتيكي عشان توصل. ما هي النقطة سهلة الوصول ليها. خليك كمان ستريت فورورد، واضح وصريح في كل التعاملات بتاعتك. اكتر حاجة المواعيد. المواعيد 5 دقايق وابقى عندك وهو نايم في السرير، دقيقة اوصل لك وهو مش هنا خالص، هو مش موجود في الوجود. طيب اعمل كده مع مصري زيك هيستحملك، لكن تعمل كده مع حد تاني في الشغل مش هتعدي. ولو عدت مرة بورنينج، المرة الجاية هتبقى بترمينيشن. وفي الإيجار بتاعك مفيش فوت علينا بكرة. في أي التزامات هنا مفيش فوت علينا بكرة.
ده بياخدوا منك قبل ما تبدأ الشهر، قبل ما تبدأ الخدمة، قبل ما تبدأ تستهلك، بياخدوا منك مقدما. فهنا مفيش فهلوة واستذكاء وشطارة امشي بالكتالوج تنجح. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. سلام.